السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ورب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. أسباب وعلاج فقدان الشهية عند البط. يعني فقدان الشهية من المشاكل المتكررة عند البط، ومشاكل مزعجة بصراحة، لأن البط في الأول وفي الآخر بيتم استخدامه لأغراض التسمين في المقام الأول، وممكن يتم استخدامه بعد كده لأغراض إنه يطلع بيض ويرقد عليه. وسواء كده أو كده، ففكرة فقدان الشهية معناها إن أنت عندك بط ملوش لازمة، يعني مش هيفيدك بحاجة، لا من ناحية زيادة الوزن والتسمين والبيع، أو حتى التناول انك تستفيد بيه في البيت، ولا حتى من الناحية التانية، وهي ناحية ان انت تاخد منه انتاج بيض وترقد وتطلع بط صغير والكلام ده كله. ففقدان الشهية من الحاجات المهمة جدا اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها ونحاول نعالجها، علشان الطيور بتاعتنا تزود وزن او تزود انتاج بيض يعني، ونستفيد بيها استفادة كبيرة. نتكلم عن اسباب وعلاج فقدان الشهية عند البط، لكن قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. تعالى كده بص معايا على أسباب فقدان الشهية عند البط. الأسباب إحنا ملخصينها في 6 عناصر. 6 عناصر. في بعض الأحيان بيصل طبعا فقدان الشهية لدرجة النفوق. خد بالك، درجة النفوق، يعني خد بالك إن الموضوع دي حاجة لازم نركز عليها كده، إيه، قبل أي شيء إن فقدان الشهية ممكن يصل إلى درجة النفوق. إنما لو هندور على الأسباب، فعندنا سبب اللي هو الزكام أو أنفلونزا الطيور. تمام، دي من الأسباب اللي بتؤدي إلى انقطاع البط عن الأكل تماما. تمام، وده من الأمراض اللي بتصيب البط بصورة متكررة، خد بالك. تمام، وبتكون من أهم الأسباب وأشيع الأسباب لفقدان الشهية. الزكام مرض ممكن يصيب الطيور وتنتقل العدوى من الطيور للإنسان على فكرة، ومن الإنسان إلى الطيور كمان، وحتى بين الطيور وبعضها. انفلونزا الطيور جت فترة عندنا في مصر، في جمهورية مصر العربية، انتشرت بشكل واسع ما بين البني آدمين. تمام، وطبعا انتشرت في العالم في الفترة دي ما بين البني آدمين بشكل عام. انفلونزا الطيور طبعا ده مرض اللي كان قبل الكورونا، لكن انفلونزا الطيور مرض حتى الآن موجود. اي نعم، قل انتشاره شوية بسبب بعض التغيرات البيئية والجوية على مستوى العالم، لكن مازال انفلونزا الطيور مرض موجود ومتكرر. الزكام، تمام، وده بيعمل ايه؟ ده بيفقد البط الشهية تماما. فمن المهم ان احنا نعمل وقاية ضده اصلا، علشان ما يجيش للطائر ويفقده الشهية. اي بقى سبب تاني، اي نوع من انواع الفيروسات. تمام، في حالة اصابة البط بعدوى فيروسية زي الكوليرا او الحمى القلاعية، تمام، بتكون عادة مصحوبة باعراض اخرى، منها الاسهال وتغير لون الفضلات إلى الأخضر أو الأصفر، بالإضافة لخمول وسقوط الريش في بعض الأحيان. مش خدت بالك أنت من الموضوع؟ أي نوع من أنواع الفيروسات أو العدوى الفيروسية، مش بس أنفلونزا الطيور الزكام، لا، الفيروس بشكل عام، كوليرا، تمام، أو الحمى القلاعية، الحاجات دي كلها بتبقى مصحوبة بأعراض كتيرة جدا، منها فقد الشهية تماما، بيبقى معاها اسهال، تغير لون الفضلات، خمول، سقوط الريش. تمام، كل الكلام ده انت ايه بيحصل لك؟ بيحصل للطيور بتاعتك. تمام، بيبقى معاها فقدان شهية. هنروح برضو من الاسباب المهمة جدا اللي بتؤدي الى حدوث فقدان الشهية، سوء نظافة الاكل. بعض الاحيان بيكون العلف المقدم غير نظيف، بيكون العلف المقدم سيء، ده بيخلي الطيور تتجنب الاكل اصلا وتتفادى الاكل اصلا، فتتعود على ان هي ما تاكلش اصلا، تتعود على ان هي ما تاكلش، يعني عملت ريجيم. وكلنا عارفين كويس قوي ان الرجيم ده تعود. يعني انت مثلا كبني ادم لو عملت رجيم بعد كده جيت قلت لك كل كتير، هتلاقي نفسك بتتعب ومش قادر، ما عندكش شهية اصلا للاكل. ليه؟ لان انت تعودت معدتك، خلاص معدتك قفلت على كده. فالطائر لو لقى الاكل قدامه كل مرة مش حلو ومش نظيف،
ومش شهي، او في اي مشاكل مثلا سموم متخزن غلط، ريحته وحشه، اي حاجه من هذا القبيل، كل ده هيفقد الطائر الشهيه تماما وهيخليه مش عايز ياكل. ولما يتعود على انه ما ياكلش هيتعود ان هو ما يبقاش عنده رغبه في الاكل. تمام، هينسى اصلا موضوع الاكل ده. فمهم ان احنا ناخد بالنا من نظافه الاكل. تمام. خد بالك من حاجه مهمه جدا جدا. لو كان بقى فقدان الشهيه ده مشكلة في حد ذاته، تمام، بيظهر على شكل أعراض تتمثل في إيه بقى؟ تتمثل في إيه الأعراض دي؟ أكل كميات قليلة جدا. البط لما بيصاب بفقدان الشهية مش بيتوقف كليا عن الأكل، بس هو بيكتفي بتناول كميات تبقيه على قيد الحياة، بس اللي هو تخليه إيه؟ عايش كده وبيتنفس وما عندوش مشاكل مرضية، لكن هو بياكل قليل. ده بيؤدي إلى خسارة كبيرة، خسارة في الوزن، خسارة في الإنتاج، خسارة في كل شيء. تمام. الكميات اللي بيتناولها مش بتتغير، يعني بياكل نفس الكميات القليلة على طول. تلاقي انت ده على طول بيحصل، يبقى ده فيه فقدان شهية. يبقى هو كده مش هيديلك انتاج، لا هيديلك انتاج بيض ولا هيديلك انتاج لحم. تعالج انت بقى المشكلة دي عن طريق ان انت تشهيله الاكل ده بالشطة، بالفلفل الاسود، بالخل، باكلات مختلفة، بالبصل، بالثوم. الحاجات دي كلها بتشهي الاكل وبتخلي الاكل طعمه افضل. تمام. برضو من الاشياء المهمة جدا 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 اللي بتظهر على الطائر، تمام، تراجع الوزن. ده برضو من الاشكال اللي بتمثل فقدان الشهية. تراجع الوزن، بتلاقي ايه؟ الطائر بقى الوزن بتاعه بيتراجع بيتراجع بيتراجع. ده تعرف على طول ان هو عنده فقدان شهية لو انت مش بتراقبه، خد بالك. تمام. وطبعا ممكن يصل الموضوع لدرجة النفوق زي ما قلنا في البداية. علاج فقدان الشهية، ممكن حضرتك تستخدم حبوب ممزوجة بالبصل والثوم والخل، الكركم، الزنجبيل، الشطة، الفلفل الاسود. الكلام ده كله بيفتح الشهية بشكل كبير. تمام. وبرضو في بعض الادوية البشرية اللي ممكن تستخدمها علشان تعالج المشكلة دي، زي دواء اسمه دايجينورم. دايجينورم ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وهو وصفه ان هو ايه؟ هضم طبيعي، بيخلي الهضم بتاع الطائر هضم طبيعي. تمام. دايجينورم ده دواء بشري، ممكن حضرتك تستخدم غطا او معلقه صغيره، تمام، على السقايه 3 لتر. تمام. هيكون مفيد جدا وهيفتح شهيه الطيور بشكل كبير. هيفتح شهية الطيور بشكل كبير، وهيخلي الطيور بتاعتك يعني عايزة تاكل أكتر وأكتر وأكتر، وهيخلي الطيور بتاعتك عايزة تستفيد أكتر وأكتر وأكتر. وأنت كمان هتستفيد من انتاج البيض، هتستفيد من انتاج اللحم، هتستفيد من انتاج البيض المخصب، هتستفيد ان الطيور بتاعتك صحتها كويسة وما عندهاش اي مشاكل مرضية بشكل او باخر. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.